بصوا بقى يا حبايب قلبي، جايبالكوا النهارده وصفه من اللي كلنا بنعملها في العيد. الرقاق الطري. لو الرقاق بيطرى معاكي او بيطلع معجن ومش بيبقى مورق كده ومتماسك، تعالي اقولك تعمليه ازاي يطلع معاكي مظبوط من اول مره، مورق وناشف من بره وطري من جوه، والحشوه تكون متوزعه صح. وهقولك كمان على حاجه مهمه جدا، ازاي تحطي كام ورقه في الصينيه وتبليهم ازاي، وازاي يطلع معاكي بالترتيب ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. نجهز بقى الرواق. هنستخدم في الوصفة دي 8 ورقات من الرواق الناشف. جبت صينية حطيت فيها مية من الحنفية عادي جدا. هنبدأ في الأول نبل 4 ورقات من الرواق، مش هنبل ال8 مرة واحدة. طريقة بل الرواق هنا مهمة جدا. بإيدك كده أو بمعلقة بناخد المية ونبدأ ان احنا نرشها كده على ورقة الرواق. المكان اللي هيجي عليه مية ما نحطش عليه مية تاني، وهكذا لحد ما نخلص الجنب الاول، وبعدين نرجع للجنب التاني، وبنكون مجهزين فوطة مطبخ نحط عليها الرواق. وانا بحط الرواق على فوطة المطبخ، محطش الرواق فوق بعضه، لا، كل ورقة رواق بعيدة عن التانية علشان ما يلزقش ويعجن. برضو بايدنا كده نرش المية على الرواق داير داير كده لحد ما الرواقة تخلص. بعد ما خلصت خلاص بل الرواق، بجيب الصينية اللي هتاخد حجم الرواق اللي عندكم، وبدهنها دهنة سمنة خفيفة، وببدأ ارص ال4 ورقات الاول. بعد ما بدهن الصينية سمنة خفيفة، ببدأ احط الرقاق زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين ادهنه سمنة خفيفة برضو. بين كل طبقة وطبقة من الرقاق بدهن سمنة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اعمل لمسة بسيطة كده بين كل طبقة والتانية، رشيت شوية سكر، بس خلي بالكم ما تخلوش السكر يجي على الحروف عشان ما تتحرقش في الفرن. ولو مش حابينها تبقى مسكرة قوي، رشوا السكر بين كل طبقتين من الرقاق بعد ما تدهنوا الرقاق بالسمنة. ولو بتحبوا الحشوة بقى تقدروا تضيفوا شوية مكسرات كده بسيطة، لوز، جوز هند، زبيب، فول سوداني، بس حطوا الحشوة بقى بعد 4 طبقات من الرقاق، وبعدين كملوا عليهم بال4 طبقات التانيين من الرقاق. هتطلع معاكم خطيرة جدا بجد يا جماعة. بعد كده نبدأ نبل ال4 ورقات من الرقاق. في حد هيقولي دلوقتي احنا ليه ما بليناش ال8 رقاقات مرة واحدة؟ لان لو كنا بليناهم من الاول كان ورق الرقاق طري، واحنا مش عايزينه طري قوي ولا متقطع، احنا عايزين ورقة الرقاق تكون ماسكة نفسها كده. فهنبل ال4 ورقات دلوقتي، فلما نخلص اخر ورقة من الرقاق بل، هتكون الاولى طريت كده معجنتش، هتكون طرية وماسكة نفسها. ونبدأ بقى نرصها في الصينية برضو، وبعد كل طبقة من الرقاق بندهن سمنة خفيفة. هنستخدم في الوصفة دي حوالي كوباية إلا ربع سمنة، ولو انتم مش بتحبوا السمنة تكون تقيلة وعايزينها قليلة خالص، نص كوباية هتكفي معاكم. هنحتاج السمنة هنا سايحة. دلوقتي هندخل الرقاق الفرن، لازم يكون الفرن سخن كويس من قبلها على درجة حرارة 200. نسيبه لحد ما يبدأ ياخد لون بسيط كده من فوق، وأول ما نطلعه على طول من الفرن وهو سخن نسقيه بكوباية لبن باردة علشان الرقاق يطرى ويبقى طعمه تحفة ومتماسك. اللبن بيخليه طري من جوه ومقرمش من فوق. سيبيه يهدى كده شوية وغطيه بفوطة مطبخ نظيفة أو غطا، وبعدين قطعيه وعيشي بقى مع أحلى طعم. قولولي بقى انتوا بتحبوا تاكلوا الرقاق في المناسبات ولا زي كده من غير سبب؟ على فكرة في ناس بتحب تحط شوربة بدل اللبن في الآخر، بس أنا بفضل اللبن علشان بيخلي الوش ياخد لون حلو وطعم غني الصراحة. أنا الرقاق ده من الحاجات اللي دايما بعملها، وخاصة في العزايم، وبيخلص ومش بلحق أكل منه. جربوه، قولولي رأيكم في الكومنتات، ولو عندكم طريقة مختلفة قولولي عليها علشان نعملها مع بعض. لو استفدتوا لو بحاجة بسيطة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.